خلونا ندخل في الموضوع على طول. القصة اللي بنحللها ونستعرضها مع بعض النهاردة مش مجرد حكاية عادية، دي واحدة من أغرب الألغاز اللي قلبت السوشيال ميديا. قصة بتبدأ بمشهد دافي جدا في شوارع مصر وبتتحول لكابوس مرعب ملوش أي تفسير. دي حكاية جدو خليل، راجل عجوز بشوش المعادي وبلوجر أردنية اسمها رنيم. الحكاية كلها بدأت بفيديو بسيط وبريء جدا، لكنه فجأة تحول لأسطورة مرعبة خلت كل الناس اللي شافتها تتصدم. تخيلوا معايا كده تنزلوا فيديو لطيف جدا على صفحتكم وفجأة تلاقوا التعليقات دي بتنزل زي المطر. انتي بتكلمي نفسك؟ انتي اتهطلتي ولا ايه؟ هي بتكلم حد احنا مش شايفينه؟ دي ما كانتش مجرد تعليقات تنمر، دي كانت الصدمة الحقيقية اللي ضربت صفحة البلوجر رنيم بمجرد ما رفعت الفيديو. المتابعين كلهم كانوا في حالة رعب وبيسألوا سؤال واحد: هي بتكلم مين؟ التعليقات دي كانت الشرارة اللي حولت يوم رنيم العادي جدا لدوامة من الشك والرعب النفسي. طيب إيه اللي حصل بالظبط؟ رنيم قربت منه، صبحت عليه وفتحت معاه كلام، وبكل كرم عزمها العزومة المصرية الشهيرة: تعالي اشربي الشاي يا بنتي. ولما سألته عايش في البيت ده من إمتى، الرد كان غريب شوية، قال لها من الثمانينات. المشكلة إن وقتها كنا في سنة 2010، فرنيم حسبتها بضحك وقالت له: إيه ده؟ يعني حضرتك عندك 110 سنة؟ هو رد بكل بساطة إنه مش فاكر، بس بقاله كتير هنا، وقرر عزومته على الشاي. رنيم اعتبرت ده مجرد خفة دم من راجل كبير ذاكرته بتخونه شوية، واستأذنته تنزل الفيديو وهو وافق. رنيم كانت شايفة راجل مبتسم بتكلمه وبيرد عليها وصوت وصورة، لكن الفيديو اللي نزل كان صادم بمعنى الكلمة. الكاميرا صورت بلكونة فاضية تماماً، مفيش أي حد، مفيش أي صوت، مجرد زرع أخضر ورنيم واقفة بتكلم الهوا. التناقض ده نقلنا من مجرد موقف طريف للغز بيخلينا نشك في كل حاجة بنشوفها. طبعاً في البداية رنيم افتكرت إن المتابعين بيعملوا عليها حوار أو مقلب، لكن لما سألت أقرب صحابها أكدوا لها الحقيقة المرة: الفيديو فعلاً فاضي. صحابها حاولوا يهدوها وقالوا لها أكيد ده إرهاق من الشغل وبيتهيألك، بس تخيلوا كمية الضغط النفسي. رنيم بدأت تفقد أعصابها وطلعت في فيديو تاني وهي منهارة وبتبكي، بتحلف للناس إن جدو خليل ده حقيقي وإنه كلمها وعزمها على الشاي، وقالت لهم بالحرف: لو أنا بكذب أكيد الزرع اللي في البلكونة ده كان زمانه مات ودبل. الجمهور طلب منها ترجع المكان وتفتح بث مباشر عشان تثبت كلامها وتقطع الشك باليقين. الساعة 7 الصبح رنيم ورغم رعبها قررت ترجع عشان تثبت إنها مش بتعمل ترند كداب. وصلت البيت، فتحت اللايف وبدأت تقرب بخطوات بطيئة من البلكونة اللي كانت تبان فاضية. نادت بصوت خايف: جدو خليل، أنت صاحي؟ وفي اللحظة دي ظهر العجوز الطيب بيضحك وماسك سقاية الزرع وبيقول لها: صباح الخير يا جميل، ما تيجي تشربي شاي؟ إحساس رنيم بالراحة وقتها كان لا يوصف. أخيراً ظهر، بدأت تكلم المتابعين في اللايف وتقول لهم: أهو جدو خليل، أهو زي ما قلت لكم، شايفين؟ لكن الفرحة دي ما تكملش ثواني، بمجرد ما عينيها تيجي على التعليقات في البث المباشر. الناس بتصرخ: أنت بتكلمي مين؟ رنيم ارجعي، أنت في خطر. الصدمة هنا مضاعفة حرفياً. ما تبص على الشاشة تلاقي الناس مرعوبة، وتبص قدامها تلاقي العجوز بيضحك لها ومش فاهم إيه اللي بيحصل، وبيكرر عزومته ليهم كلهم على الشاي. في موقف زي ده أي حد طبيعي كان رمى الموبايل وطلع يجري، لكن رنيم اتسمرت في مكانها متشتتة بين العجوز اللي قدامها وبين التحذيرات اللي على الشاشة. الفضول والخوف خلوها تسأله سؤال محوري جدا: جدو، انت عايش لوحدك هنا؟ مفيش حد من عيالك بتتكلم معاه؟ السؤال ده كان محاولة منها عشان تلاقي أي خيط يربطها بالواقع، أي إثبات إن الراجل ده جزء من العالم الحقيقي مش مجرد خيال أو طيف. الإجابة اللي قالها جدو خليل بقى بتعتبر أعمق وأحزن لحظة في القصة دي كلها. قالها: لا يا حبيبتي، عيالي كلهم سافروا وسابوني، بس أنا مش زعلان. أنا زارع لكل واحد فيهم زرعة باسمه وبسقيهم لحد ما يرجعوا يعرفوا إني فاكرهم. الجملة دي سابت أثر كبير جدا، وخلت رنيم من كتر تعاطفها معاه تقفل البث المباشر وتقوله: طب ممكن أشرب معاك الشاي؟ الراجل فرح جدا بطلبها وقال لها تدخلوا من الباب الخلفي. أول حاجة دخلت من باب قديم متغطي بالعنكبوت والتراب، وده يمكن منطقي لراجل مسن عايش لوحده. تاني حاجة لقت نفسها جوه بيت قديم جدا، ديكوره وأساسه كأنه متجمد في زمن فات وانتهى من سنين طويلة. تالت حاجة شاور لها تستنى في البلكونة لحد ما يجهز الشاي. قعدت لوحدها وسط الزرع ودماغها بتغلي، تصدق الجمهور اللي مرعوب ومخوفها ولا تصدق الراجل الطيب اللي قدام عينيها. الوقت بيمر، عدى حوالي نص ساعة كاملة ورنيم قاعدة مستنية الشاي. نص ساعة من التوتر والترقب. لما حست إن التأخير زاد عن اللزوم القلق بدأ يتسرب لقلبها. قامت تتسحب في الشقة الضلمة وبدأت تنادي بصوت بيرتجف: جدو خليل، جدو، أنا رنيم، أنت سامعني؟ دورت في المطبخ، كان ضلمة وفاضي.
فضلت تمشي وتدور في كل ركن في البيت وقلبها بيدق بسرعة رهيبة لحد ما وصلت قدام أوضة بابها مفتوح. ودي بقى كانت لحظة الذروة. رنيم مدت إيدها، نورت نور الأوضة، وعينيها وقعت على أسوأ مشهد ممكن أي حد يتخيله في حياته. هيكل عظمي كامل مرمي على السرير، متحلل وميت من سنين طويلة. في اللحظة دي كل التفسيرات المنطقية انهارت. الراجل اللي كانت بتكلمه من دقايق، اللي عزمها على الشاي واللي حكى لها عن ولاده ال7، كان ميت في نفس البيت ده من سنين. طبعا رنيم ما طلعتش صوت، هي صرخت من أعماق قلبها وطلعت تجري من البيت ومن المكان كله وهي بتردد بهستيريا: جده خليل مات. اتجهت فوراً لقسم الشرطة. في الأول الشرطة كانوا فاكرينها مجنونة بسبب حالتها، لكن لما حكت القصة بالكامل اتحركت قوة وعاينت المكان. وهناك كانت الصدمة، إنهم فعلاً لقوا الجثة المتحللة للرجل العجوز في مكانها، والسلطات أكدت بشكل رسمي إن الوفاة حصلت من سنين طويلة وإن البيت فعلاً مهجور. بعد الحادثة دي رنيم طلعت في فيديو أخير وكان أشبه برسالة وداع. في الفيديو ده قالت أسماء ولاد جده خليل ال7، ووجهت لهم وللناس كلها رسالة قاسية ومؤثرة جدا. قالت إن الانشغال في الحياة مش مبرر أبدا لإهمال الأهل، وعبرت عن حزنها الشديد إنها لو كانت موجودة في حياته كانت شربت مع الشاي وونسته في وحدته. والأهم إنها أعلنت قرارها الحاسم باعتزال السوشيال ميديا تماماً، لأنها اتعلمت بالطريقة الصعبة إن الحياة ورا الشاشات ممكن تلهينا عن عيلتنا وناسنا اللي بجد. ورنيم فعلا نفذت وعدها، اختفت تماما من على كل منصات السوشيال ميديا ومحدش سمع عنها حاجة تاني. رجعت لحياتها الحقيقية بعيد عن العالم الرقمي. ومع مرور الوقت زي أي قصة غريبة بتظهر على الإنترنت، قصة عجوز المعادي بدأت تتنسي والناس انشغلت بحاجات تانية، كأن القصة كلها كانت مجرد حلم مزعج أو أسطورة حضارية ظهرت واختفت في لمح البصر. لكن قبل ما نختم تحليلنا للقصة دي لازم نقف عند المفاجأة اللي هتقلب الموازين. من فترة قريبة جدا شاب من اللي كانوا متابعين قصة رنيم زمان قرر يروح حي المعادي ويصور بلكونة جده خليل المهجورة، ولما نزل الصورة كتب عليها تعليق بيثير القشعريرة بجد. قال: سبحان الله، الزرع لسه عايش وفي حد بيسقيه يوميا، عم خليل لسه مستني عياله. والسؤال اللي بيطرح نفسه بنسيبه مفتوح للتفكير، لو كان الراجل ميت من سنين والبيت مقفول ومهجور، مين اللي مهتم بالزرع ده وبيديله الحياة كل يوم؟ حقيقي بعض الألغاز بتفضل من غير إجابة عشان تفكرنا دايماً إن في حاجات في الدنيا أكبر من استيعابنا.